خلاص يا نادية، انتي طالق. قالها بهدوء، بس هدوءه كان بيوجع أكتر من أي صريخ. عينيه كانت مليانة شك وخذلان لمجرد إني رديت على كومنت من عميل بيشكر في شغلي على صفحة مشروعي الصغير اللي بعمله من البيت. شريف جوزي مشكلته ما كانتش العصبية، مشكلته كانت الغيرة. غيرة بتخنقه وتخنقني معاه. بيحبني، بيحبني لدرجة العبادة، بس حبه كان حب تملك. كل صحابي الأولاد قطعت علاقتي بيهم، قرايبي الرجالة بقيت بتكلم معاهم بحساب، وحتى شغلي اللي كان كل طموحي بقى مصدر للشك والرعب في حياتنا. المرة دي كانت التالتة، الطلقة اللي قضت على كل حاجة. بصيت له وقلت له بصوت مهزوز: علشان كومنت بعت بيتنا علشان كومنت؟ هز راسه وهو مش قادر يبص في وشي وقال لي: الراجل ده بيكلمك كده ليه؟ انتي ازاي تسمحيله؟ ساعتها أيقنت إننا وصلنا لطريق مسدود. وجودي معاه في نفس البيت ما بقاش ممكن ولا بقى حلال. لميت هدومي في شنطة واحدة وهو واقف مكانه بيتفرج عليا زي التمثال. ملامحه كلها ندم، بس غروره وغيرته كانوا أقوى من إنه يقول لي استني. خرجت من البيت وأنا حاسة إني مش بس بسيب بيتي، أنا بسيب روحي اللي فضلت أحافظ عليها منه لسنين. أنا رحت عند أهلي وطبعا استقبلوني بصدمة وزعل. أبويا كان عايز يروح له يضربه، وأمي كانت بتعيط على حالي وحال بنتي الصغيرة ليلى. في الناحية التانية عرفت بعدين إن شريف دخل في حالة انهيار، ما كانش بياكل ولا بيشرب، وقفل على نفسه أوضتنا وما بقاش يكلم حد. لما فاق من صدمته وبدأ يدور على حل، كل الشيوخ اللي سألهم قالوا له نفس الكلمة اللي نزلت عليه زي الصاعقة: لازم تتجوز راجل غيرك جواز شرعي كامل، وبعدين يطلقها، وساعتها بس تقدر ترجعها لك. الفكرة كانت هتجننه. إزاي مراته حبيبته تبقى في حضن راجل تاني؟ الفكرة نفسها كانت كفيلة إنها تقتله. شريف كان خجول ومنطوي، ما قدرش يروح لخطابة زي بطل القصة اللي فاتت. عمل حاجة أصعب، راح لعمي أخوه الكبير وحكاله وهو منهار. عمي زعقله وبهدله على تسرعه وغيرته اللي دمرت بيته، وبعد تفكير طويل قال له بحزن: مفيش غير حل واحد لو عايز مراتك ترجع لك. في راجل أرمل ساكن جنب الجامع، اسمه الأستاذ أمين، راجل فاضل ومحدش سمع عنه كلمة وحشة. هكلمهولك، ربنا يسترها. الأستاذ أمين الاسم لوحده كان غريب. لما عمي جه وبلغ أبويا بالخطة، أبويا رفض تماما وقال له: بنتي مش لعبة. بس مع ضغط شريف وإنه مستعد يعمل أي حاجة، ومع بكايا أنا لأني كنت خايفة على مستقبل بنتي، وافقنا في الآخر على مضض. شريف أجرى شقة تانية صغيرة في منطقة بعيدة، وساب لنا شقتنا أنا والأستاذ أمين لمدة أسبوع. لما شفته أول مرة اتصدمت. كنت متخيلة واحد شبه اللي بنسمع عنهم في القصص، لكن الأستاذ أمين كان راجل كبير في أواخر الخمسينات، شعره الأبيض أكتر من الأسود، لابس نظارة طبية تخينة، وماسك في إيده سبحة ومصحف صغير. ملامحه هادية ووقورة لدرجة تخوف. لما المأذون كتب الكتاب وشريف سلمه مفتاح الشقة وهو بيبكي وبيترجاه يحافظ عليا، الأستاذ أمين طبطب على كتفه وقال له كلمة واحدة: ما تقلقش يا ابني، بنتك في عينيا. بنتك؟ الكلمة دي فرقت قوي. دخلت معاه الشقة وأنا مرعوبة. أول حاجة عملها إنه دخل أوضة الأطفال وقفل على نفسه، وبعد شوية خرج وقالي بصوت هادي: الأسبوع ده كان أغرب أسبوع في حياتي. ما كانش فيه هزار ولا ضحك ولا محاولات للكلام، كان فيه صمت وهدوء واحترام غريب. كل يوم كان بيصحى يصلي الفجر ويقعد يقرأ قرآن في البلكونة، بيفطر لوحده، ولما بحضر الغدا كان بياكل في صمت ويقول لي تسلم إيدك، ويدخل أوضته تاني. في اليوم التالت كنت قاعدة في الصالة ماسكة الموبايل وبقلب فيه بملل، لقيته خرج وفي إيده كتاب وقال لي: الكتاب ده ممكن يعجبك، أحسن من تضييع الوقت في الموبايل. كانت رواية، هدتها منه من غير كلام وبدأت أقرأ، والأول مرة من سنين حسيت إني بعمل حاجة لنفسي. بقى كل يوم يديني كتاب، وبدأنا نتكلم، مش عننا، عن الكتب، عن الأبطال، عن الأفكار، عن الأحلام. كان بيسمعني باهتمام حقيقي وهو بيهز راسه.
سألني عن مشروعي مش بغيرة زي شريف لكن بفضول. قعدت أحكي له عن أفكاري وطموحي إني أكبره، والأول مرة حسيت إن في حد شايفني نادية مش بس مرات شريف. في الأسبوع ده محدش لمسني، محدش حتى بصلي بصة لها معنى. بس في الأسبوع ده أنا اتغيرت. لما الأسبوع خلص شريف كان هيموت ويرجعني، جالي عند بيت أبويا ومعاه الدنيا كلها هدايا، بس أنا ما كنتش نادية القديمة. بصيت في عينيه وقلت له أنا هرجع لك يا شريف، بس مش هرجع نادية اللي انت تعرفها، أنا هرجع بشروط. ملامحه اتغيرت وقال لي شروط إيه؟ قلت له بقوة اكتشفتها في نفسي فجأة. أولاً هتتعالج من الغيرة دي عند دكتور نفسي. ثانياً شغلي ده هيكبر وإنت اللي هتشجعني وتدعمني، ولو سمعت منك كلمة شك واحدة تاني مش هتشوف وشي. ثالثاً ثقتك فيا يا تكون موجودة بنسبة 100%، يا إما كل واحد فينا يروح لحاله، لأني اكتشفت إني أستاهل أتحب صح. شريف كان مصدوم، عمره ما شافني بالقوة دي. بكى قدامي لأول مرة في حياته وحلف إنه هيعمل كل اللي أنا عايزاه بس أرجع. وفعلاً الأستاذ أمين طلقني بهدوء زي ما اتجوزني بهدوء، ورجعت لشريف. رحلتنا كانت طويلة وصعبة، وشريف راح لدكتور نفسي زي ما وعدني. بيتنا ما بقاش جنة في يوم وليلة، لكن بقى بيت حقيقي فيه احترام وثقة ومشاركة. اتعلمت إن التغيير لازم يبدأ من جوانا، وإننا بنقبل نعيش في سجن حتى لو كان معمول من حب. دي كانت قصتي النهاردة متابعينا الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.